طب دلوقتي يا جماعه كابتن احمد عبد الرؤوف شكله مكمل معانا، يعني هو شكله كده اللي مكمل معانا تمام. ولو انت جيت حكمت العقل، لو انت جيت حكمت العقل هتقول ان احمد عبد الرؤوف ياخد فرصه. ما هو غيره خد، اللي ملوش فيها اللي ضايع خد، اللي هو مين؟ فريرا. وغلط واتنيل واتغلب مره واتنين واتعادل بس احمد عبد الرؤوف مشكلته ان هو اتغلب ماتش اهلي وهو خرف فيه جامد قوي فنيا تمام. فعشان كده احنا مش انا عن نفسي يعني مش هبقاش اجمع، انا عن نفسي مش متقبل ان هو يكمل مع حفظ. انا تعاطفي ليه، تعاطفي معاه، يعني انا متعاطف معاه جدا ان هو برضه ما خدش فرصه كامله ان نحكم عليه الصراحه. بس انا مش قادر استحمل، انا دلوقتي مش قادر يعني. احنا لسه هنجرب، يعني احنا لسه هنجرب تاني. لحد امتى هنجرب؟ هنقعد نجرب احنا يا جماعه؟ يا جماعه احنا فريق الزمالك، احنا فريق الزمالك، احنا نستحق مدرب قوي، مدرب كبير، مدرب اجنبي يكون اسمه معروف. يا عم مش اقول لك كلاس ايه، يا عم يجيب كلاس بي كلاس، بس يكون معروف. حد يكون معروف ياخد مرتب محترم ويقوم لي الفرقه ديت. هيفرز لك بقى يقول لك ده وحش ده حلو ده بره ده يجيب لك فريق، هيقول لك الدنيا فيها ايه. احنا عارفين الدنيا فيها ايه. انا هو ممكن اقول لك ده بره ده، بس هو برضه مدرب فني، هو عارف يخرج ممكن من لاعب مثلا ميت يخليه يوصل معاه حاجه تانية خالص. فعشان كده هو اللي يقدر يقيم التجربه بس عاوز وقت، ده كله عايز وقت. فانت لو انت عايز تجيب مدرب جيبه من دلوقتي، مع انك كان عندك 100 فرصه تجيب فيها مدرب بدل فريرا ده. بس انت للاسف يعني ضيعت وقت كتير قوي ووصلتنا للحال اللي احنا فيه ده. والمشكله ان هم لو جابوا مدرب اجنبي، لو جابوا مدرب اجنبي هيجيبوا واحد من اللي هم قاعدين على القهوه اللي هم بتوع 30,000 40,000 دولار ويدرب. لو مش هتجيب مدرب فني قوي يبقى خلي احمد عبد الرؤوف بس، مش اكتر من كده ولا اقل.